السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم اللي اول مره تيشوف القناه، كنقول ليه مرحبا والف مرحبا. واللي اول مره تيشاهدني تنقول ليه ما تنساش الاشتراك واللايك فضلا وليس امرا. ومرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله جيت نصاوب معكم هاد التمر البسيط، تمر بريستيج اللي كيجي زوين بصراحه. والمقادير اللي عندكم في الدار، هانتوما غتتبعوا معايا المراحل، دائما تمشي معكم انا على حسب المقادير اللي متوفره عندكم في الدار. عندي جوج هنا ديال لي بسكوي ديال صابلي ديال درهم، اللي كلشي كيعرفوا اللي فيه المذاق ديال الكوك، كيجي في المذاق خطير هذا البسكوي هذا، وانا من العشاق ديال هذا البسكوي. عندي هنايا ربع كاس ديال اللوز اللي شديته حمرته في المقله اولا في الفران، وغادي نطحنوه معاه. هادو جوج ديال المكونات الاولين اللي غادي ندير. ومن بعد غادي نزيد عليهم، اما لا عندكم نيسلي او بغيتو ديروا نيسلي ديروه، بغيتو ديروا يogurt طبيعي ديروه، ديال يكون كريمي شويه بحال المهم كريمي وصافي. هنا هانتوما كتشوفوا معايا درت هذا الحك ديال دانيت ديال الشوكولا اللي حتى هو عطى واحد المذاق زوين. وجمع ليا هذا الخليط اللي عطيتكم، هذا العبار اللي عطيتكم جمعوا ليا هذاك الحك بوحدو. المهم هنا درت هاد كنجمع هنايا بهاد سباتول، ولكن ما جمعتش ليا مزيان، فدرت يديا، خدمت يديا يعني هي اللي غادي تنفع. هنا عطيتكم هانتوما كتشوفوا القياس كيفاش جا، يعني نفس المقادير اللي عطيتكم راه هي هذيك. هانتوما كتشوفوا كندير معكم يعني كتلعبوا به كيف ما بغيتو، وراه تيجي في المذاق ما شاء الله خطير. هاد الحشوه هذه كتجي زوينه، هاد الحشوه هذه يعني ممكن تعمروا بها بزاف ديال الحاجات، ممكن ديروها في بزاف ديال الحلويات تستعملوها. هنا عندي التمر البسيط ديال 20 درهم اللي شديته مسحته بشويه ديال الماء زهر، وغادي نحيد له العظم ديالو، وهو اللي غادي نعمرو بهذيك الحشوه اللي درنا. كتجي زوينه تبارك الله. انتم غتشوفوا معايا يعني كمشيت معكم يعني على الحاجه اللي بسيطه وغطلع لكم رخيصه. انا كندوي هنايا حاجه اللي غادي عاديه، اما لا بغيتو ديروا مثلا شي حاجه اللي هي فخمه، راه غتمشيو للتمر ديال الجيه اللي هو تبارك الله ساوي 100 درهم 120 درهم. المهم كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو، اولا التمر ديال 40 درهم 50 درهم. المهم انا مشيت معكم على داكشي اللي عندي في الدار. هانتوما كتشوفوا معايا هنا التمر تا هو راه زوين. هاد التمر هذا واخا 20 درهم، ولكن راه زعما كاينه ما كيتحقرش، راه زوين لا في المذاق ولا في كل شيء. المهم هنا خليت معكم حيدت له العظم كامل وعمرتهم. هانتوما كتشوفوا معايا خليت معكم هاد الجوج باش تشوفوهم، يعني حيدت لهم العظم عمرتهم ودرت لهم الكوردون باش نقدر نغطسهم في الشوكولا. هنا ذوبت الشوكولا، يعني اللي عندكم الشوكولات اللي نتوما كتستعملوا بغيتوا تستعملوا النوعيه الجيده اللي فيها شوكولات طالع في هذا في سميتو الجوده ديالو، او لا بديل الشوكولا. انا غادي نوريكم ها هو النوع اللي درت انا ديال الشوكولا. يعني هذا راه فيه واحد شويه ديال المذاق ديال الشوكولات المزيان. غير هو في يعني في هذا الجوده ديالو ماشي يساوي بحال الشوكولات زعما كاينه الغالي، فهمتوا. المهم انا خديت هاد الباكيه فيها 1000 غرام يعني كيلو، ساويه 35 درهم عند السيد اللي كيبيع الحلوي، داكشي ديال الحلويات اللي كيتعلق بالحلويات. كنت خديته في زعما شحال هادي باش قبل راس السنه، وخدمت به وباقي عندي لحد الان، يعني كنخدم به. خديت كيلو بقى عندي، وراه زوين حتى في المذاق، راه في المذاق ديالو زوين، يعني ماشي بحال الكالا، فهمتوني. يعني هو حسن من كالا في الجوده ديالو، حسن من الشوكولات كالا. هو راه هو بديل الشوكولا، ولكن عفوا الجوده ديالو احسن من كالا. كالا داير شي 20 درهم واقيلا 900 غرام، وكاين اللي كيبيعوا ب 25 درهم.
ل 900 غرام. هذا لا، هذا 35 درهم 1000 غرام، يعني كيلو. وزوين، يعني انا عند تجربه راه زوين. وهنا كنغطس التمر ديالي وكنحطو، وخصني قبل ما ينشف ليا الشوكولات خصني نزينو. كندير واحد الجوجات كنزينهم باش ما بغيت. هنا عندي اللوز افيلي، موي عندي الورد حتى هويا، عندي واحد العقيقات صغيورين. المهم داكشي كامل اللي عندي في الدار راني جبدتو كنزين به، اللي كنخدم به بحال هكا حليوات وهادشي كنجبدتو وكنزين به واحد 6 الحبات ولا 7 الحبات على حسب. هنا نتوما كتشوفوني درت حاطه الورد، حاطه العقيق الصغيور، وعندي ورق الذهب حتى هويا عندي في الدار، يعني كنخدم به حتى هويا. زينت به، انا وريته لكم هنا، حتى هو زينت بواحد الوريقات حتى همايا. والاختيار تيبقى لكم يعني نتوما. وبقاو لي واحد، خليت بالعاني واحد 6 ديال الحبات اللي زينتهم بالكاكاو. ها نتوما غتشوفوهم معايا هنايا، انا غادي نعت لكم هنايا باش تشوفوهم. يعني غبرت غطستهم في الغبره ديال الكاكاو باش يجيو مختلفين على النوعيه الاخرى اللي كاينه. وهذا هو البلاطو ديالنا. هو راه خرج ليا اكثر من هذا الشيء. بصراحه انا كنوريكم الكاكاو هنايا خرج ليا اكثر من هذا البلاطو هذا. انا غير اكتفيت بهذا البلاطو باش يجيني هو هذاك في الحطان. ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. هذا الفيديو راه جا فن. هاد التمر معمر راه جا غزال ما شاء الله. يعني كما كتعرفوا راه كيتباع هو بواحد الثمن اللي هو خيالي. فنفضل انا نصوبو في الدار. علاش لا؟ بحال هاد الحاجات اللي تيكونوا غاليين بزاف، علاش اللي نقدروا نصوبوهم في الدار علاش اللي ما نصوبوهمش؟ وحنا كنتمتعوا وحنا كنصوبوا فيهم، وكيجيو الصراحه زوينين. المهم كيبقى لكم الاختيار، نتوما غديروا اي حاجه نتوما باغينا. انا شاركت معكم يعني حاجه درتها وفرحانه بها، وشكرا لكم جميعا.